السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنعاود لكم واحد القصة ديال واحد الوليد سميتو آدم. هاد الطفل كان كيجلس بوحدو، ومرات بزاف كيبقى يسمع واحد الصوت في دماغه كيهضر معاه، وهاد الصوت كيقول ليه راك ما غاديش تقدر، ما تقدرش دير هادي، راه غادي تغلط. علاش كدير هادشي؟ علاش ما تمشي تجلس؟ ديما داك الصوت كيبقى يهضر معاه. بدا كيخاف، مشى عند الام ديالو وقال لها ماما راه كنسمع واحد الصوت في دماغي كيهضر معايا بزاف كيبرسطني. الام ديالو قالت ليه ما تخافش ولدي، هاد الصوت راه غير افكار كدور ليك في دماغك، وهاد الافكار راه ماشي حقيقيه. الا سمعتيه غير قول بهدوء شكرا، ولكن انا دابا بغيت نسكت شويه ونرتاح. خلي داك الصوت يسكت وقول ليه اسكت، وراه غادي يسكت. ادم سمع النصيحه ديال ماماه، وكل مره كيهضر هذاك الصوت كيتنفس بعمق وكيقول انا اللي كنتحكم في العقل ديالي، ماشي هو اللي خصو يتحكم فيا. ومع الوقت ولا ادم مرتاح، ولا كينعس مزيان، كيبقى يفكر في الاشياء الزوينه فقط، ولا هو اللي كيتحكم فاش خصو يفكر. وتعلم ان السعاده كتجي ملي كنسكتوا الاصوات اللي كتخوفنا، اللي كتقول لنا راه ما نقدروش نديروا هاد الحاجه، ونتعلموا نسمعوا بقلبنا اللي كيهضر معنا بحب. الصوت اللي في العقل ديالنا ماشي عدو ديالنا، ولكن خصنا ما نخليوش يتحكم فينا. احنا اللي نختاروا فاش خصنا نفكروا، ونفكروا في الحوايج الايجابيه واللي تخلينا نزيدوا للقدام وتخلينا نعيشوا في سلام.